وقتها بدأ الجيش اللبناني بقصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وكنت أنظر إلى جثث الأطفال وأسمع صرخات النساء. وأنا العبد الصغير البسيط أهلك يومي ونهاري لأنقذ اللاجئين ولأنقذ هؤلاء الأطفال من ضرب القنابل. فهل أنا أفضل من الله في السلوك الأخلاقي أم ماذا؟ كنت أرفض الصلاة حتى تحل هذه الإشكالية. فبدأت أفكر حينها وأتساءل، وكنت أقول أن الله بيده كل شيء وقادر على كل شيء. ماذا عن المآسي التي تتعرض لها البشرية دائما؟ ما هي علاقة بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الجثة المتفحمة للأطفال وبهذا الفقر في العالم؟ فكان أن اعتزلت كل شيء وصعدت إلى الجبل في لبنان، وكنت أستمر في التفكير يومين متواصلين حتى أفقد القدرة على التفكر وعلى الأكل وعلى كل شيء، ويأتي النوم وأنا جالس إلى كتاب أقرأه. وأستطيع أن أقول بكل وضوح أن إيماني يقيني عين اليقين، فالقضية بالنسبة لي قضية منهج ورؤية لهذا الكون. فأنا غير مقتنع بما يحدث حولي، فأريد حلا لهذه الإشكالية. إشكالية استمرت 4 سنوات كأنها 40 سنة. فبدأت أقرأ القرآن قراءة ناقد ورث النقد عن تلك الفلسفة الغربية والعربية. دخلت إلى عالم القرآن. لماذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحمد لله رب العالمين. على ماذا خلقنا؟ هل استشارنا في قضية أن يخلقنا ويجبرنا على أن نحمده أم لا؟ وآية أخرى يطلب من إبراهيم ذبح ابنه. هذه مسائل عجيبة. قضايا وتصريحات لا يمكن أن أسردها لأنها معاناة 4 سنوات، حتى جاء يوم من الأيام أحسست فيه برغبة قوية في الصلاة، وبعدها نمت 36 ساعة. وفي اليوم التالي اغتسلت وتوضأت وأقبلت على المصحف بنفسية مختلفة، ليس بالنفسية الأولى، ولا أعرف كيف أشرحها. هذا هو الذي حصل. انقبضت في سورة الكهف عند قصة موسى والعبد الصالح، وأفعال العبد الصالح المنكرة بمقاييس المنطق العقلي والأخلاقي، ولكن الإرادة الإلهية كشفت لموسى لاحقا تلك الأفعال الصالحة وما لم يستطع عليه صبرا. حينها نمت والقرآن بيدي، أشياء تتكشف وإشكاليات تتفكك. حاورت أحدهم في رؤية منامية حول كتاب يسمى البراهين الساطعة للشيخ القطاعي، ولا علم لي به ولا بالشيخ القطاعي، وكان هذا الكتاب مرشدا ومقدمة. وانحلت الإشكالية بأكملها، واستيقظت وأمسكت القلم لكتابة جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، وغصت وتفككت الإشكالية.
وبدل المشادة في حكمة الله الأولى بدأت التقرب لفهم الحكمة.